انا عارف ان انا حكيت لك المثل ده قبل كده لو انت من متابعي اخر كلام، لكن لازم افكرك بيه. في التسعينات كان في مسلسل اسمه الفرسان، كان عامله حسام الدين مصطفى المخرج الراحل، وكان بيحكي عن قصة سيف الاسلام قطز وبيبرس والكلام ده من اول القصة خالص لحد ما يعني حكموا البلد في الاخر. كان في جزء في الاول خالص الخليفة والمغول جايين بغداد، ومعاه قائد جند وزير دفاع عنده كده، كان دايما يدخل يقول له انه جنودنا الاشاوس المغاوير. وجنودنا الاشاوس المغاوير دي كانت لازمه لدرجه ان انا فاكر احنا في المدرسه كان المسلسل ده كل الناس بتتفرج عليه، فكانت هي لازمه حتى مع الشباب الصغير، كنا في ابتدائي تقريبا ايامها او في اعدادي، فجنودنا الاشاوس المغاوير. وبقت الكلمة حتى كان المدرسين في الدروس بعض المدرسين يستخدموها يعني، فكانت كلمة لطيفة جدا، ومن كتر ما الراجل كان بيقولها بشكل يعني في كده تمثيل جامد قوي، علمت لحد دلوقتي الناس تفتكر الجملة بتاعت جنودنا الأشاوس المغاوير، لدرجة انه لما هولاكو دخل مقر الخلافة وملا يعني الأنهار بدماء الناس، فالخليفة بيقول له ايه اللي حصل؟ قال له هم هولاكو على الباب لكن جنودنا الأشاوس المغاوير. قال له يا أخي تنيل، بلا أشاوس بلا مغاوير، وقالها له بالعامية المصرية، لأنه حسام الدين مصطفى كان بيجمع ما بين الفصحى والعامية في مسلسلاته حتى التاريخية. ليه بقول لك ده؟ لأنه بيراد لينا ان احنا نحتفل بجندي من جنودنا الأشاوس المغاوير، لأنه قال على إسرائيل العدو، قال على إسرائيل إنها العدو، وطلع ناس شبه الراجل بتاع جنودنا الأشاوس المغاوير عشان يقنعوني ويقنعوك ويقنعوا الرأي العام المصري ان احنا في لحظة تاريخية. شفت انا خدت نفس وغيرت صوتي ازاي عشان اوصل لك المشاعر. في مشاعر وطنية انت لازم تشعر بيها دلوقتي. اوعى تكون من الخونة، من اهل الشر، من اعداء مصر. اوعى، انت لازم تفخر برئيسك. تخيل من قبل اتفاقية السلام ما تقالش على لسان رئيس مصري كلمة العدو. تخيل، احنا بنتحول يا جماعة، احنا بنصعد تصعيد خطير جدا ضد إسرائيل. احنا يحق لنا أن نفخر إن الرئيس المصري هو سيء الذكر، جار السوء، وسيط العار، خادم إسرائيل. ما هي مصيبة إن أنت بعد كل ده مش شايف إن إسرائيل عدو يا بيه. لكن فخامة سيء الذكر الحقيقة امبارح كلمته كانت مختلفة جدا. تعالوا نشوف مع بعض الكلام القوي جدا اللي بيعبر عن الشعب المصري الذي تفوه به سيء الذكر بالأمس. نشوف مع بعض أبرز رسائل السيسي في قمة الدوحة.